السلام عليكم. كلشي مزيان بخير. اليوم غادي نديرو واحد التأمل عميق قوي بزاف. هاد التأمل هادية بمناسبة العيد، واخا كل نهار مناسبة. المهم بمناسبة العيد المبارك، عيد الفطر. قررت أنني نهدي العالم هاد الهدية هادي اللي هي مراقبة الأفكار. سيرتو سامع بزاف ديال الناس كيعانيو من التفكير، من الأوفر ثينكين، من whatever. فهذه هدية، يعني ما تحرمش منها نفسك. كنتي إنسان معنا قديم أو جديد، كمل الفيديو وكنضمن لك انه غادي تاخذ فائده جد جد عميقه. وكنضمن لك انه بعد في هذا الفيديو، ملي غتسالي غتلقى بانه الافكار اللي كانت مخربقاك والمزاج اللي كان مخربقك غادي يمشي، يعني غادي تلقى واحد صفاء ذهني. اون بليس من بعد ما غنساليو الفيديو، بغيتي ديك الساعه دير ورقه وستيلو اختياري باش تقيد التامل ويبقى عندك، باش تبقى ديرو لراسك باش تستافد من الخبره، تبقى عندك ديما. ف قبل ما ندوزو للتأمل أجي ندير واحد التحليل خفيف أو واحد التفكيك هاد المفهوم ديال الأوفر ثينكينغ أو التفكير المفرط ولا الزايد ولا سميها كيف ما بغيتي، صبر عليك أنا. هاد اللعيبة ديال الأوفر ثينكينغ هو أنه كيطلعوا لك أفكار بزاف، كيطلع لك أبار المشاعر، كيكون كيطلع لك أفكار بزاف، يعني كتفكر بزاف. عندك سيرت مثلا عندك مسؤوليات، عندك أفكار، عندك مشاغل، عندك بغيت تنجز هادي، بغيت تفعل هادي، بغيتي تدرك هادي، نسيتي هادي، خليتي هادي، خصك دير هادي. والحبيبة من هنا، والصديقة من هنا، والصديق من هنا، والحبيب من هنا، والأخ والأخت whatever من هنا، لا فامي ديالك لا فاميش ديالك، هادو خايبين هادو زوينين whatever. كيطلعوا لك أفكار كتيرة، خاصك دير هادي، خاصك ما ديرش هادي، علاش درتي هادي، علاش كدير هادي، علاش خصني ندير هادي، علاش ما خصنيش ندير هادي، إلى آخره. تساؤلات، أفكار، كلمات إلى آخره، كيبقاو يطلعوا بزاف. هذا هو التفكير الزايد، يعني هو واحد الاختصارات. التفكير المفرط راه شي حاجة اللي فهو التفكير الزائد واحد الحاجة باش ما نحكموش عليها. ما غاديش نقول باش ما نحكموش عليها، هي ما خايبة ما زوينة، وفي نفس الوقت خايبة وزوينة. خايبة وزوينة بدون حكم، بدون حكم هي خايبة وزوينة. ولكن إلا حكمنا عليها هي ما خايباش وما زويناش. حتى حاجة في الحياة ما خايبة ما زوينة، هي أي حاجة في الحياة جات باش تعلمنا واحد العبرة. فبدون حكم خايبة وزوينة، وحنا ما حكمناش عليها، حنا غير عطينا واحد التسمية بشرية، واحد المصطلح باش نفهمو. الو هاد التفكير الزائد حاجة خايبة وزوينة. انت بين قوسين ألف مرة، بين قوسين انت كيكون خايب يعني باش كيكون عندك التفكير الزائد. ولا نبداو فاش كيكون زوين. انت كيكون زوين وانت كيكون خايب. كيكون زوين باش انك كتجلس كتكونسونطرا عليه، وكتسمح الافكار يدوزو، كتسمح الكلام يدوز، كتسمح لديك المسائل تدوز بلا ما تقاومها. هنا كتكون انت هو ديك السماء اللي كتسمح لدوك السحب يمروا، يمروا. انت كتبقى السماء صافيه، لان انت هو السماء، والافكار هما السحب اللي كيدوزو. لكن امتى كيكون خايب بين قوسين كيف ما قلت؟ فاش كيجوك هاد الافكار او الكلمات او التفكير الزائد، وعوض انك تنقل التركيز ديالك للجسد ديالك او للحظه، او دير تامل اللي غادي نعلمو لكم اليوم ان شاء الله، كتمشي مع كل فكره. كتطلع لك فكره ديال ايوا خصنا نديرو بروجي كذا، كتقول واه انتريستين، نديرو بروجي، غادي نديرو كذا، غادي نفعلو كذا 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 كذا. وفي وسط البروجي كيطلع لك داك فلان تصور دابا داك فلان يكون هكذا، وما عقلتيش شنو دار لك وكذا. وفي وسط داك السؤال عرفتي كيطلع لك وما عقلتيش داك الكولور اللي لابس داك الشخص كذا وكذا. وكيبدا يتخلقوا لك سيناريوهات، وكل سيناريو كتمشي معاه. وكيكون الصوت مغري، بحال غتكتشف شي حاجه، وبحال الا خليتي الفكره دوز تحس بحال غادي تضيع شي حاجه مهمه. انت كتلقى راسك عايش في الدماغ ديالك واحد المده طويله، كتبقى داز الوقت بزاف وما فهمتيش علاش. هي كتكون سارح، هي كتكون مشغول، خدام وما حاضرش، خدام.
وكاين هنا كاين في دماغك، وغتلاحظ غتكون في الخدمة ولا شي لعيبة خدامة ولا شي حاجة حتى كيعطيك شي واحد واش تريب واش معانا ولا ما معناش، فهمتي كتكون عايش في الدماغ ديالك. والبارح كنت خارج وتلاقيت مع واحد الصديق مشينا كنتمشاو بحالنا هكا، بطبيعة الحال أنا مكنعرفش راسي لبنادم، اللي شافني في اليوتيوب غيعرفني، اللي ما شافنيش في اليوتيوب ما كيعرفنيش، مكنوصلش حياتي الشخصية ولكن نتوما كنوصلوا عليكم مرة أخرى. فكنتمشى بحالنا هكا حتى بدا كي حتى بدا كيخرج شي مشاعر، بدا كيخرج شي لعيبات وبدا كيدوي، يعني بديك الحالة اللي كنت حاضر فيها معاه يعني حالة الحضور بلا ما نقول ليه شنو كندير ولا شي لعيبة، ديك حالة الحضور بوحدها خلت أنه ديك المسائل تطلع، داك العمق يطلع، فبدا كيدوي لاحظت أنه واحد الاشتباك طاقي، لاحظت عندي واحد الحساسية طاقية عالية الحمد لله، لاحظت واحد الاشتباك طاقي بين الهالة ديالي والهالة ديالو، بمعنى إلا مشيت حتى تجريت معاه غنتبادلو الهالات، هذه هضرة أخرى، ماشي غنتبادلوها كاملة وإنما غنتناقلو الحالة العاطفية، بمعنى مثلا اللون ديال هالته حمراء واللون ديال هالتي زرقاء، مثلا الأزرق يرمز للصفاء مثلا، والأحمر بالجانب السلبي ديالو بين قوسين يرمز للأفكار السلبية وكذا إلى آخره. غننتقل الحالات، هو غيمشي بإنرجي زوينة وأنا غنمشي بإنرجي خايبة، علما أني عندي إنرجي زوينة وهو عنده إنرجي خايبة اللي هو كيشكي. فهذه حالة كتطرى لينا مسبقا مع بنادم، كنتلاقاو مع إنسان سلبي ولا هذا وكنولي حنا سلبيين وكيمشي هو إيجابي، يعني مصاص طاقة فامبير. فوعيت بهاد اللعيبة بعدا، بديت كنركز على الأنفاس ديالي. ديك ومرات كنتجاهلها وكنبقى غير مركز غير على الأنفاس ديالي هكا، حافظت على الحضور ديالي، حافظت على نفسي، حافظت على المجال مغلق، يعني ما دخلتوش فواحد إلا مشيت أكسبتيت سميتو أكسبتيتو غندخلو في حالة التشافي، وباش غندخلو في حالة التشافي أنا أصلا كنت يلاه ساليت واحد السيونس في هاديك حالة التشافي، أنا أصلا باش غندخل معاه بواحد الجهاز عصبي، يلاه خرج من واحد السيونس، يلاه يعني مرهق واحد شوية، فغادي نحمل نفسي ما لا طاقة لي به، فخليت الهالة ديالي تكون مغلقة. هانتوما دابا تعلمتوا كيفاش تخليو الهالة ديالكم مغلقة، أنك كتكون غادي كتمشى كتنفس مرة تسمع ليه مرة لا كتبقى مركز على الأنفاس ديالك، فقلت ليه أجي خذ واحد غادي نتمشاو من هنا حتى لديك الشجرة، بغيتك تاخد شهيق 4 ديال الثواني ثم زفير 6 ديال الثواني، وحنا كنتمشاو كياخد شهيق 4 ديال الثواني زفير 6 ديال الثواني، يعني شهيق 4 خطوات وزفير 6 ديال الخطوات، ما بين واحد 12 شهيق وزفير حتى لقى راسو قال لي ودابا ارتحيت، قلت ليه ودابا حسيت بك، عاد حسيت بالحضور ديالو، فاكتشفت بأنه كان حاضر في البعد العقلي، البعد الذهني، فكان حاضر في الدماغ ديالو، يعني لأنه تمشينا مازال وبدا كيفكر بزاف، واحد الوقيته سكتنا وكنتمشاو، كانت عندي واحد القراءة طاقية فقلت ليه علاش كتفكر بزاف، قال لي يلاه إلا عايش ودماغي بالله، قلت ليه حس بالخطوات ديالك في الأرض، بدا كيحس بهم، قال لي والله إلا نسيت الخطوات ديالي كاع واش كاينين في الأرض، حس بالخطوات ديالك كيعاود ديك ليكزارسيس اللي وريت لك، ثم راه هو هذاك ف ف ف كيفاش هو كان عايش في الدماغ ديالو ونزل للأرض بمجرد ما أنه وعى، وغالبا لأنه ما مولفش هاد المسائل هادي غادي تلقاه كيعيش كيف ما هذا، شوف أنا كنت معاه ووعيتو جوج مرات، أبار هو ما كانش واعي بأني عارف هاد المسائل هادي، أما المهم هذا هو الجانب ديال أنه فاش كتعيش في الدماغ ديالك كتمشي كيتخلقوا لك سيناريوهات، كيتخلقوا لك لعيبيتيكات، كيتخلقوا لك شي مسائل اللي كتمشي معاهم، ما كتكونش هنايا، ما كتكونش حاضر، فنبداو التأمل، خذ شي مكان مريح، راني داير الكاميرا قدام كنشوف وجهي، فاش كنشوف وجهي كيبانو عيني ما كيشوفونيش الكاميرا، خذ مكان مريح، إلا هاز شي آلة ثقيلة ولا شي لعيبة حقا كنتي كتسوق ما ديرش التأمل، جلس في مكان آمن ومريح، دير معايا النية، غمض العينين ديالك، فوالا أجي ناخدو واحد
6 أنفاس عميقة. الشهيق الأول، والله الشهيق الثاني، التأمل زفير. التأمل هذا اسمه تأمل مراقبة الأفكار. الشهيق الثالث زفير. الشهيق خمس زفير. الشهيق سادس زفير. غنطلب من الأقدام ديالك بغض النظر عن وضعية الجلوس يسترخيو. أصابع الأقدام يسترخيو. الاسترخاء كيطلع للأقدام، الساقان، الركب الآن كيتعمق فيهم الاسترخاء أكثر من أي مرة تعمق فيهم الاسترخاء في الحياة ديالك. الاسترخاء الآن كيتعمق في الفخذ ديالك، الجدر الوريكان. الاسترخاء الآن كيتعمق في البطن ديالك، أي شد على البطن ديالك كيسترخي الآن. الصدر ديالك الآن كيسترخي وكيتوسع، الكتاف ديالك كيسترخي. تكون حالة استرخاء واسمح للاسترخاء يدخل الكتاف ديالك أكثر وأكثر وأكثر. أي حاجة عندك بغيتي ديرها خليها حتى من بعد. هاد الجلسة محتاج أنك تكون مصنطرة فيها على راسك، تكون مسترخي فيها، ما يدورك حتى شي واحد. فاسمح لنفسك أنك تسترخي وتستقبل الاسترخاء الآن في اليدين ديالك. الاسترخاء كيهود اليدين المرفقان وكيتعمق الأصابع، كيسترخيو بعمق رهيب، عمق وعمق أكثر وأكثر وأكثر. الاسترخاء الآن كيطلع الحنجرة، الحبات الصوتية، الفك السفلي، الوجه، العينان، الأعصاب خلف العينان، الأسنان، الجبهة، وسط الأيمن والأيسر يسترخيان. خذ شهيق عميق أثناء الزفير، اسمح أي توتر يخرج. شهيق آخر في حالة الاسترخاء الجميل. زفير. شهيق عميق. زفير. استمتع بالاسترخاء وحافظ على هذه الحالة هذه. أنت الآن مسترخي، الخلايا ديالك كيوصل مع الاسترخاء. الحالة هذه هي الحالة الأولى اللي كنوصلو ليها باش كنبغيو نديرو مراقبة الأفكار ونخليوها تدوز. الآن هاد الصمت الجميل، كون واعي بأنك في المكان ديالك، وكون واعي على شنو كيدوز من الدماغ ديالك. لاحظ الصور، لاحظ الذكريات، لاحظ الأفكار، كلمات، مصطلحات. ربما فيك شي كلام كيبغي يحلل هاد الوعي، كيبغي يحلل هاد الكلام، كيبغي يحلل هاد الجلسة. راقب هاد الجزء اللي كيبغي يحلل، اللي كيبغي يراقب. راقب هاد الجزء الواعي. راقب هاد الجزء اللي ما فهمش اشنو كيطرا، وراقب هاد الجزء اللي باغي يفهم اشنو كيطرا. كلهم انت كتراقبهم، انت كتراقب هادو كاملين. بغيتك تسمح لنفسك تكون مراقب، واي فكرة او صورة او لعيبة دازت خليها تدوز، ما تتعلقش بها. إلا كنتي مسير على الجبهة ديالك، سمح للجبهة ديالك تسترخي، كتافك ديالك يسترخيو. شهيق عميق وزفير. أي صورة بانت ما تمنعهاش، تستقبلها كيف ما هي، وفي نفس الوقت ما تعاقش معها. اسمح للصورة تدوز. ويبان لك واحد الفراغ بين كل صورة وصورة،
واحد النشوة ما بين داك الفراغ، غادي تجي صورة أخرى تسمح لها أنها تكون تلوث وما تغرقش فيها، ولا يبان لك واحد المرحلة أو فترة فيها فراغ جميل مقدس. فإذا بها صورة الآن عاوتاني كتجي، شوف هاد الصورة استقبلها، ما تمشيش معها، خليها هي تمشي، كتدخل في حالة فراغ جميل. صورة أخرى سمح لها تجلس بلا ما تعارضها، وكون في حالة استرخاء، وكمل بعد الوعي. سمح للجماعة تسترخي. حس بالجسم ديالك في المكان اللي انت فيه. شوف الآن واحد الجدر كيخرج من أسفل عمودك الفقري، كيتقبس الداري ولا المكان اللي انت فيه الأرض، كيهود الباطن الأرض، كيتقابل الأرض كيبقى مهود أكثر وأكثر الباطن الأرض. هاد الجذور اللي نازل من عمودك الفقري صلبة 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 صلبة، وبلا ما تحاول تتخيل بزز، محل العقل الباطن يدير الدور ديالو. هاد الجذور صلبة 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 صلبة، وكتهود مع الأرض أكثر، وكتخترق الأرض بسهولة ويسر، بسهولة ويسر، كتوصل لأعماق أعماق أعماق الأرض، كتقوم بالتثبيت ديالك. حس الآن بالجسم ديالك فوق المكان كيتقال أكثر وأكثر 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 وأكثر. أنا نختمو هاد الجزء بطاقة شكر. شكرا 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 على هذا الوعي. شكرا 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 شكرا. شهيق عميق دافئ. شهيق عميق دافئ. شهيق زاحف. على رجليك حركهم بشوية، وعلى يديك حركهم بشوية، على عنقك بشوية، عينيك بشوية، وحاول تحافظ على الهدوء ديالك في هاد الحالة هادي باش الطاقة تتشرب في الجسم ديالك أكتر، وتقدر تعاود للجلسات إذا تختار تحفظها، تبقى ديرها براسك، تبقى تجيني للفيديو ديرها. غندير لكم شي بريكومونتي زوينة باش تبقى تخدم مزيان. شكرا لأنك درتي هاد الجلسة هادي. ولا بغيت دول الملاحظات ديالك، دول الملاحظات ديالك، نوط عليك كيفاش كانت التجربة. إلى حنا ما تحاربناش مع الأفكار، حنا راقبنا الأفكار بوعي، راقبنا بوعي وسمحنا لها بالجسم. عرفتي فكرت بأنه واحد الوقيتة هادي شي عام ونص يلاه بديت كنتعلم التأملات. لاحظت هاد التأمل ديال مراقبة الأفكار أول مرة في حياتي نقولو نسيطر على الأفكار ديالي بهاد القوة الشديدة. أسبوع وأنا كندير، وأنا أسبوع وأنا محكم العقل ديالي، فما كانش عندي شي حاجة سميتها صور ولا أفكار ولا ذكريات، كنت محكم بواحد الدرجة عالية. وديك الساعة كنت واحد الشخص اللي راك عارف داك الحماس باش كتدخل في طريق الوعي في الأول، داك الحماس ديال باغي هذا. المهم هيت آخر هذاك نسخة أخرى مني. كأسبوع والعقل ديالي صافي. جا واحد النهار فقت، لأن الدماغ ديالي واحد 7 أيام ديال الحدة، كنت موجة غامضة، يعني كنت واحد الحدة، واحد التركيز شديد، حضور وتركيز، حضور وتركيز، حضور وطاقة وهيمنة وسيادة اجتماعية وتركيز. ما كاينش شي حاجة سميتها نسرح 0.0000 ثانية. يمكن كاع كنت متحكم في عقلي أكثر من دابا، ولكن بواحد الطريقة اللي في شكل اللي ما ننصحش بها اللي بزاف.
هذاك النهار السابع فاش فقت ولا الثامن ما حليت عيني هاكا صورة مور صورة مور صورة مور صورة مور صورة، غنكون غير كنتصنت لشي صورة ولا شي فكرة ولا شي لعبة وكنحللها وما كنحللش وكلشي كيدوز بسرعة، صورة مور صورة مور صورة اش هذا؟ فاش قلبت أو سولت فهمت بأنه النتيجة التراكمية ديال دوك الصور ودوك اللعيبات بحال الدماغ بغا يحاول يرجع السيطرة ديالو وتراكم فيه ديك المسائل وبغا يطلع لأنه الحالة الطبيعية هي أنه يطلع داك الشيء، وأنا 7 أيام وحابسو، شي 3 ديال السوايع وأنا في البيت ما خرجت ما درت والو، 3 د السوايع أنا ما فهمت والو، كنحاول ندير شي حاجة تسيطر عليا ديال بصح، ففهمت بأني كان خصني ندير غير واحد الجلسة خفيفة بحال هادي، جلست بحال ما هكا حست استرخيت سمحت لداك السحاب يدوز، سمعته يدوز 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 ما كاملة 10 دقايق زعما عطيت للدماغ ديالي الخاطر فهمتي، لأنه أشنو كنت كندير، كنت كنمنع الدماغ ديالي أنه يدوز الصور، وهادي هي اللي قلت لكم ما ديروهاش، هذا راه ماشي تحكم هذا راه جلد ولا هذا راه منع لواحد الحاجة اللي خصها دوز، فسمحت للأفكار يدوزو 10 دقايق ربع ساعة يمكن، ثم فقت، حليت عيني، بمجرد ما حليت عيني حالة صفاء وهدوء، ورجعت لديك حالة الإنجاز الأولى، النسخة القديمة هي القديمة ديال شحال هادي زعما في ديك الوقيتة، كان معكم أيمن رسالة الحضور.